النهارده عملنا معاكم الفتة وبأسهل طريقة، وطريقة سهلة جدا وما بتاخدش وقت. وكل سنة وانتم طيبين. والممبار انا الفيديو بتاعه لسه منزلش، انا عملته بس لسه منزلش. هنزل لكم طريقة عمل الممبار. ومعانا هنا الشوربة، ومعانا هنا الفتة، اللحمة المحمرة. طبعا هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة كلام، هي بتتكلم عن نفسها. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي. صباح الخير. تعالوا نعمل الفتة النهاردة. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يبقى عيد سعيد علينا كلنا يا رب. النهاردة معانا 1.5 كيلو من اللحمة. احنا هنا بنديها صدمة، تديها صدمة كده في صينية سخنة الأول، اصدميها الأول. اللحمة طبعا في ناس بتغسلها، أنا ما بغسلهاش، أو لو انتي حابة تغسليها ممكن تغسليها بمية سخنة، يعني تشطفيها معاكي بمية سخنة. احنا هنا بنديها زي صدمة كده هنا الأول قبل ما بحطها في الشرب. انا عندك الحله اللي جنبي دي فيها الشوربه، حاطه فيها الميه تسخن اللي هسقط فيها اللحمه. ومعانا طبق هنا فيه جزر وطماطم وفلفل واللي انت عايزاه. ومعانا هنا طبعا البهارات بتاعه الشوربه، حبهان، ورق لورا. البهارات اللي انت حابه تحطيها حطيها، مفيش اي مشكله. فاحنا هنا بنقلبها بتاع حوالي 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير. بتقلبيها شويه، انا مش حاطه لها اي حاجه، ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. انت بتديها صدمه كده في طاسه سخنه او صينيه سخنه، وبعد كده بيبقى جنبيك الشوربه سخنه بالشكل ده. انا عندي الشوربه هنا كانت بتغلي، فبسقط فيها اللحمه على طول. ما بتاخدش معاكي وقت على فكره. لما بتبقي محضره، في ناس بتحطها في ميه ساقعه، لا ما بتبقاش حلوه على فكره. لازم ان الميه تسخن معاكي الاول، وبعد كده بتسقطي فيها اللحمه. انت لو عملتيها بالطريقه دي هتحبيها جدا، وهتبقى طعمها حلو معاكي لما تديها صدمه قبل ما تسقطي اللحمه في الشوربه، تبقى طعمها حلو. في ناس تانية بتحب تحطها في الشوربه على طول، على فكره برضو ما بيبقاش في اي مشكله، حسب ما كل واحد بيحب. ذوقه في الاكل بيبقى عامل ازاي. معانا هنا الفته بقى، الفته بقى وجمالها. معانا هنا العيش ده، العيش البلدي، بنقطعه كده بالمقص بالشكل ده. انا كنت طبعا محضراه، بس كنت مخليه رغيف كده اقصه معاكم. قطعه كده بالشكل ده علشان اللي ما عندوش فكرة، وكله اكيد عنده فكرة يعني. هنا انا حاطة بالظبط بتاع 3 معالق سمنة، ومش بكتر السمنة علشان في ناس مثلا بيقول لك لا، طب انتي بتحمريه في سمنة هيبقى تقيل. لا، انا حاطة كمية بسيطة جدا، وهوريكي دلوقتي ان انا لما بحمره هتلاقي الصينية، بصي الصينية ما فيهاش سمنة. انا حاطة بالظبط 3 معالق. فبصي انا هفضل اقلب. في ناس بتحط عليه زيت وسمنة وبتدخله الفرن، برضو فكرة حلوة. بس انا بصراحة بحبه كده. انا الشوربة بصي كانت بتغلي معانا ازاي. بصي انا بحبه كده، انا بحب اقلبه كده، بيديني طعم احلى، وبيبقى مقرمش، وبيديك التحميصة اللي هي لونها ذهبي. انما لما بتدخليه الفرن بيبقى واحدة واحدة. بصي هنا بقى عامل ازاي. الصينية اهي ما فيهاش ريحة السمنة، بصي ما فيهاش اهي. انا بوريكي بصي ناشفه ازاي، لان في ناس هتقول لك لا طب ما السمنه هتبقى تقيله قوي. لا، هي 3 معالق بالظبط، بس بتفضلي تقلبي، هتفضلي تقلبي فيها كويس شويه حلوين يعني. فان شاء الله باذن الله مش هتبقى فيها حاجه يعني دهون كتير ولا حاجه. وهنا بصي اللحمه، كنا بنشوف اللحمه هنا استوت ولا لا، عشان عايزه احط الملح. فالملح ما ينفعش يتحط غير لما اللحمه تبقى خلاص داخله على سوا. دول معلقتين، معلقتين ملح. ومعانا هنا الحلة التانية اللي جنبينا دي هنعمل الرز الأبيض الجميل. معانا كيلو من الرز، ده كيلو. بتحطي كيلو بقى نص، حسب ما انتي برضو بتحبي، أو حسب أفراد عيلتك هتبقى قد ايه. بنفضل نقلب فيه شوية حلوين. في ناس على ما بتحطه، بس بقى بعد ما تقلب كده وتفلفل بقى جميل ازاي، بيتفلفل يعني. بتفضلي تحمري فيه شوية حلوين كده. في ناس أول ما بتحطه في السمنة بتقلبه تقلبتين وتحط الشوربة. لأ، انتي افضلي حمري فيه كده شوية، قلبي فيه شوية حلوين بتاع حوالي 5 دقايق كده، 6 دقايق. فهتلاقي الرز مفلفل معاكي وحلو جدا.
حط الشوربة لازم تبقى زيادة عن الرز، اعلى من الرز زي عقلة صباع زيادة مثلا كده. انت هتفضلي تقلبي اول ما تلاقي مثلا الرز خلاص بقى متغطي معاكي بالشكل ده، هو بالظبط بيبقى زيادة عن الرز عقلة، يعني عقلة صباع. وهي اول ما يتشرب معاكي هتوطي عليه وانسيه خلاص بقى كده مع نفسه. وهنا معانا هنعمل الطشة الجميلة بتاعة الصلصة. هنا معانا 3 معالق توم كده حلوين، ده متفرز في الفريزر، هنحمره كويس كده معانا. بصي اللون بقى ذهبي وحلو ازاي، يعني يا ريت ما يغمقش اكتر من كده. هنا معانا الخل والشطة. الشطة دي حسب ما بتحبي، حابة تحطيها ما فيش مشكلة، مش حابة تحطي شطة ما تحطيش. احنا هنا حطيت سنة صغيرة، بنحب طعمها تبقى حامية شوية، بس هي ما كانتش حامية الحمد لله، وكانت معقولة يعني. وهنا الصلصة برضو انا مفرزاها في الفريزر، فمش هتاخد معايا وقت. هزودها شوربة، هخفها دلوقتي انا كده، هنا كنت خفتها. ومعانا هنا ربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة كمون، ملح، كبابة صيني. برضو انت حابة تحطي البهارات اللي انت حابة تحطيها حطيها. ومعانا هنا معلقتين يعني حبة شوربة كده حلوين، انا بحطهم على العيش قبل ما بحط العيش تحت الرز. فحابة تحطي شوربة برضو مفيش مشكلة، مش حابة براحتك، هو بيبقى مقرمش وجميل. فلا انا عندي بديله كده حبة شوربة صغيرين، وبياخد العيش بيتشرب بسيط وبيبقى حلو. مش حابة تحطي شوربة وتحطي الرز عليه كده على طول مفيش اي مشكلة. ومعانا هنا هنحمر اللحمة. طبعا احنا هنا على العيش حطينا معلقة برضو صلصة من اللي عملناها للفتة. وهنا معانا معلقتين سمنة عشان نحمر اللحمة. وحطي برضو معلقة صلصة من اللي انتي عملتيها الجميلة دي قبل ما تحمري اللحمة، هتديها طعم حلو جدا. بس بقى هي الصلصة فيها خل وفيها توم، وانتي هتحمري فيها اللحمة، فبجد هتديكي طعم حلو جدا. افضلي قلبي بقى وحمري كده وحمصيها وكل سنة وانتم طيبين. بصي بقى هنا العيش بيتشرب ازاي. اه في ناس يعني لو انتي زي ما قلت لكم من شوية، لو انتوا حابينه مقرمش ما تحطيش شوربة. وهنا كنا خلصنا، حطينا العيش وبنحط الرز معاكم. نحط الرز والصلصة. ايه الجمال ده يا ناس، ايه الجمال ده، كل سنة وانتم طيبين. هنا نحط اللحمة بقى، اللحمة المتحمرة. بصي اللحمة تحمريها كده، تحطي معلقتين سمنة بلدي، اي سمنة عندك، سمنة زيت حسب ما بتحبي برضو. و... وتحطيها. بصي الجمال، زي ما قلت لكم في الفيديو هي بتتكلم عن نفسها. حبة عيش بقى، بصي العيش الحبة. النهارده عملنا معاكم الفتة وبأسهل طريقة، وطريقة سهلة جدا وما بتاخدش وقت. وكل سنة وانتم طيبين. والممبار انا الفيديو بتاعه لسه منزلش، انا عملته بس لسه منزلش، هنزل لكم طريقة عمل الممبار. ومعانا هنا الشوربة، ومعانا هنا الفتة، اللحمة المحمرة. طبعا هي بتتكلم عن نفسها مش محتاجة كلام، هي بتتكلم عن نفسها. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.